السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في الفيديو ده هنوضح للناس حبايبنا بعد ما قفلنا المحرك وجهزناه لانه يشتغل. بنطمن الاول على اهم حاجة، هل الزيت واصل عند مجموعة الكامة، انف الكامة والتروس من خلال خط الزيت بتاعنا، لانه ده قفل في حالة عدم وجودي، وخفت ان يكون حط فولة من الفول بتاعة الماتور من تحت اللي هي في خط الزيت، وهي بتتشابه مع الخطوط التانية. فطبعا هو عشان كان أول مرة فأنا بدأت حضرت معاه في الآخر، فأنا قلت له مش هنقفل الوش نهائي إلا لما نشوف إيه الوضع بتاع الزيت طالع معايا على الكامة ولا لأ. وبدأنا التدوير، وبصراحة الراجل يعني إيه شغله كويس، وأكدت عليه واطمنت يعني. ده الأسطى حمادة عبد الراضي طلبني كمساعدة معاه يعني. فأنا إن شاء الله بإذن الله كده بنشوف الزيت بدأ يطلع، هو بعد ورا الزيت هنا بدأ يطلع. معلش الخطوة سريعة شوية لأن أنا عايز أوفر في وقت الفيديو عشان ما أطولش على حبايبنا وأصدقائنا يعني. ماشي يا باشا، وتابعوا معانا للنهاية هتشوف الزيت بدأ يوصل فوق. وطبعا دي ما تضطرش تقفل الوش لأن ما بتعتمدش على، لازم تعتمد على الرؤية العينية، تتأكد منها، وبعد كده شوية الزيت اللي هيقعوا مش مشكلة. م. احنا مع بعض اهو، وهنشوف الزيت وهو بيغرق الدنيا فوق بعد، لأن برضه بتاخد فترة في الأول على ما الطرمبة بتحضر، وعلى ما بتحضر زيتها بدأت حضرت الزيت اهي، طلعته من عند الكامة زي ما انتم شايفين هنا كده. طبعا الزيت قدامكم بدأ يطرطش وبدأ، فكده احنا بنطمن. هي طبعا بتاخد وقت بسيط على ما ايه ما تبدأ تنطر الزيت فوق، لأن على ما تملى الفلتر وتملى الدورة وتملى السربنتينة، فبتاخد وقت. طبعا في الأول بيبقى الزيت مش حاضر، فما يقلقش حد، بس انت تدور وتتأكد ان الزيت بدأ يخرج من عندك كما زي ما احنا شايفين. السلام عليكم.